الفيحاء، مدينة الياسمين، باب الكعبة، شام شريف، جلة، الدار المسقية، جنة الأرض، الشام ودمشق. لماذا تملك العاصمة السورية كل هذه الألقاب؟ وما هو سببها وسرها؟ مرحبا بكم. ذكرت دمشق في ألواح فرعون مصر تحت موسى الثالث باسم تيماس وتيماشكي في رسائل تل العمارنة. بعد ذلك ظهرت حروف اللغات السامية في التسمية الآشورية دمشق، وقد ورد اسم ترمس كذلك في بعض النصوص التي تعني الأرض المسقية في اللغة الآرامية، إشارة إلى نهر بردة وفروعه الكثيرة. جاء العرب بعد ذلك واعتمدوا دمشق كاسم لهذه العاصمة مع مجموعة من الألقاب التي سنعرضها ونعرض معانيها وأسبابها. أولا الفيحاء، ومصدرها فاح أي انتشر، فنقول فاح العطر أي انتشر العطر، وسبب التسمية هو اتساعها ورائحتها الزكية. نفس السبب كذلك ينطبق على لقب مدينة الياسمين. ثانيا باب الكعبة، انتشر هذا اللقب لأنه يجسد رحلات الحج الشامي الذي كان يمر بهذه العاصمة دائما. ثالثا الشام، هذه الكلمة تعود إلى سام بن نوح عليه السلام الذي يقال إنه أول من بنى وسكن تلك المنطقة، وكلمة سام تنطق في السريانية شام. رابعا شام شريف، وقد لقبت به دمشق لكثرة الصحابة والتابعين الذين عاشوا ودفنوا فيها. أما جلق هو اسم أعجمي، قال البعض إنه فارسي يتكون من مقطعين جل ولق، وتعني 100,000 زهرة، وقال بعضهم إنه اسم لتمثال كان في دمشق. أخيرا جنة الأرض، وهو وصف جاء في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني، حيث يقول فيه عن دمشق: دمشق قصبة بلاد الشام، وجنة الأرض لما فيها من النضارة وحسن العمارة ونزاهة الرقعة وسعة البقعة وكثرة المياه والأشجار ورخص الفواكه والثمار. تاريخيا تعد دمشق العاصمة الأقدم في العالم، فعمرها يمتد إلى أكثر من 10,000 عام غير منقطعة، فمن الطبيعي جدا أن يتغير اسمها مع اختلاف الحقب. بعد ازدهار الحضارة الإسلامية في دمشق اشتق العرب من اسمها فعلا في غاية الجمال، فأصبحوا يقولون تدمشق الرجل أي تزين، ودمشق الشيء أي زينه وحسنه وجمله، وذلك لأن دمشق في تلك الفترة وصلت إلى أوج تحضرها، فصارت مضربا للمثل في الجمال، تنتشر فيها الأشجار وتتفرع خلالها الأنهار، أرض باركها الله وبارك في أهلها، فأصبحت تنبض حسنا وبهاء. دمشق بلاد اعتادت على الأزمات والصراعات منذ آلاف السنين، فقد طمعت فيها الأمم وتعاقبت عليها الحضارات، لكنها اعتادت كذلك أن تنهض بقوة بعد كل أزمة وتعود إلى رأس الهرم في كل مرة. ولا عجب في ذلك إذا كانت ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها على الشام، فكيف ستكون دمشق في رأيكم بعد أزمتها الحالية؟ شكرا لكم.